السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. النهارده كده بإذن الله هنعمل بسكويت التمر بطريقة سهلة جدا في الخلاط، وبطريقة بسيطة جدا وفي امكانيات اي ست انها تعملها. يلا بينا كده نبدأ ونشوف المكونات. كده المكونات بكل بساطة احنا هنعمل بيضة واحدة وورقة فانيليا ونص كوباية صغيرة لبن ونص كوباية سكر، ودي عجوة جاهزة، وهنحط ذرة ملح، وهنحط نص كوباية زيت، وهنحط كوبايتين دقيق ومعلقة بيكنج باودر على الدقيق. يلا بينا نبدأ. كده احنا حطينا البيضة الأول، كده هنحط ورقة الفانيليا على البيضة، كمان هنضيف نص كوباية السكر، وكمان هنضيف نص كوباية اللبن، وهنضيف ذرة ملح. كده ضفنا ذرة ملح صغيرة وهنضرب. كده احنا ضربنا لحد ما السكر اختفى، وهنضيف كده نص كوباية زيت صغيرة برضو وهنضرب. كده انا ضفت اللي في الكبة كله هنا بعد ما ضربناه كويس. وهنا الدقيق اهو، انا هحط عليه كيس بيكنج باودر، هو مش كيس كامل الصراحة، ونص كيس كان فاضل عندي. وكده هنضيف الدقيق واحدة واحدة. كده انا ضفت نص كيلو دقيق، ومش هعجنه بقى، بس هلم فيه لحد ما الدقيق يختفي. كده لو خدتوا بالكم هي بتلزق في ايديا تلزيق خفيف، واحنا عايزينها كده يدوب يختفي منها الدقيق. خلاص كده هنركنها، هنريحها 15 دقيقة. كده هنريحها 15 دقيقة، هغطيها بحاجة وهنشوف بعد كده هنشكلها ازاي. كده انا حطيت العجوة هنا قطعتها كده، وهضيف عليها بتاع 3-4 معالق زيت، وهعجنها كويس بايديا وهنشوفها لحد ما تبقى طريه. كده العجوه بعد ما عملتها بالزيت بصوا بقت طريه ازاي. انا بلفها بالطريقه دي، نعملها زي نظام كور كده عشان دي هنحشي بيها. هنشوف كده نكون قطعنا العجينه بالشكل ده، وهنجيب العجوه نحطها كده وهنقفل عليها بالطريقه دي وهنلفها كده. بعد كده هندوس عليها بالشكل ده. احنا هنعملها كمان كبيرة شوية كده بالطريقة دي. هنبدأ بالمقص بقى، نقص كده 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 كده. هنبدأ نلفها بالطريقة دي. كده شكل الوردة، كده عملنا كذا شكل منها، والشكل ده كده بنشرطه بالطريقة دي. كده نكون عملنا كذا شكل، عملنا شكل الوردة، وعملنا هنا شكل الوردة المقلوبة بالطريقة دي، وعملنا الشكل ده 3 اشكال. وكده طبعا من غير ما يختمر او اي حاجة، احنا كده هنخبزه في الفرن، هنخبز ونشوف النتيجة مع بعضينا. وبكده نكون خلصنا البسكويت بالعجوة. يا رب ينال اعجابكم يا رب، واتمنى منكم تجربوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.